لو عندك بقى شوية الخضار ده تعالي اعملي لهم الأكلة دي ما دقوش في حلاوة ولا طعامة الصينية الخطيرة اللي احنا هنعملها النهاردة. أول حاجة أنا معايا هنا 3 بصلات حجم وسط، هقطعهم كده بالشكل ده، وكمان معايا 3 من الطماطم، واحدة فلفل رومي وواحدة من الجزر وواحدة من الفلفل الحامي. هقطع بقى البصل كله بالشكل ده، بعد كده أضيفه في الخلاط وافرمه فرم ناعم بالشكل ده كده. بعد كده هقشر الجزرة والطماطم، اشيل منها الجزء اللي فوق ده. بعد كده بقى ابشر الطماطم والجزر بالشكل ده كده. مش هضيف فيها القشر، اشيل القشر مش عايزاه. هبشرها بالجزء اللي احنا بنبشر بيه الثوم، يبقى البشر صغير خالص بالشكل ده. ابشر بقى الجزرايه والفلفل الرومي هقطعه صغير. لو حابين كمان تضيفوا فلفل الوان احمر او اصفر اللي موجود عندكم، وحابين تزودوه زي ما تحبوا. اقطع بقى الفلفل الرومي قطع صغيرة زي كده، عشان بس الاطفال، في اطفال كده بينقوا الحاجات دي ويطلعوها من الاكل، فاحنا نقطعها صغير كده مش هتبقى باينة. والحاجات دي كلها مفيدة ومغذية، لازم الاطفال ياكلوها. هحط بس نص قرن فلفل الحامي مش كله. اضيف بقى الفلفل مع الطماطم والجزر، واحط عليهم البصل. هقلب بقى كل ده مع بعض. بعد كده حلة على النار هحط فيها شوية من الزيت، مش كتير، يعني تقريبا معلقتين كبار من الزيت. اضيف عليهم طماطم والجزر والبصل والفلفل اللي احنا عملناهم، واديها تقليبة كده مع الزيت على نار عالية. وهضيف ربع كيلو من اللحمة المفرومة واقلب كل ده مع بعض. بعد كده اخلي النار متوسطة واحط التوابل، ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة والسبع بهارات، وشوية من الحبهان البودر وورق لورا بودر والبابريكا. التوابل دي هتدي طعم للحمة رهيب. والربع كيلو اللحمة هتشوفوا الكمية معانا هتبقى قد ايه. بعد ما زودناه بالخضار اللي احنا عملناه ده، هقلب بقى كل ده مع بعض واغطي عليها لحد ما تستوي. اقلب بقى اللحمة مع التوابل واغطي عليها لحد ما تستوي. بعد ما تستوي وخلاص هقفل عليها، هحط عليها معلقة من الصلصة الجاهزة واقلبها مع بعض ودقيقتين كده وهقفل. خلاص تبقى جاهزة معايا. بصوا بقى لونها رهيب والريحة والطعم تحفة. صينية بقى هحط فيها شوية من الزيت وادهنها كده كويس جدا، ومعايا لفة من الجلاش. اخليها كده ايه ورقتين ورقتين كده مع بعض، تبقى طبقتين. ادهنها كده دهنة بالسمنة
وافرد كده سطر من اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. بعد كده اقفل الجلاش رول، اقفل بقى عليه بالشكل ده. وابدأ ان انا ارصه في الصينية. ورقتين من الجلاش ادهنهم دهنة بالسمنة، واحط سطر من اللحمة المفرومة، واقفل الجلاش رول. هعمل دي كمان معاكم واكمل انا باقي الكمية لحد ما اكمل صينية الجلاش كلها. في مقطع ما تصورش وانا بعمل الكوباية اللي هسقي بيها الجلاش، انا حطيت بيضة عليها كوباية لبن ورشة ملح ورشة فلفل اسود وقلبتهم مع بعض. سيبها بقى على جنب لحد ما اقطع الجلاش. بعد كده اسقي بيها الجلاش بالشكل ده، وافرد كده اللبن والبيض على كل الجلاش من على الوش كده عشان يبقى كله متشرب باللبن والبيض، ما يبقاش فيه حاجة ما وصلت لهاش. ممكن كمان تستبدليها بالشوربة، تسقي الجلاش بالشوربة لو موجود عندك شوربة بدل اللبن والبيض. سخنت بقى الفرن على اعلى درجة حرارة وحطيتها على الشبكة في الرف الاوسط لحد ما خدت لون بالشكل ده كده. وهتعملوا احلى صينية جلاش. عايزة اقول لكم حرفيا طعمها تحفة. احلى صينية جلاش هتعملوها مقرمشة كده من بره ومن جوه طرية، واللحمة المفرومة طعمها خطير. بصوا صوابع الجلاش بقى دي بجد رهيبة. احلى صينية جلاش هتجربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك واكتبوا لي تعليق عشان يوصل لكم كل فيديو جديد هنزله. جربوها قولوا لي ايه رأيكم فيها. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة